حطي الملح على الزيت وتعالي هنعمل مع بعض وصفة موفرة جدا. اليومين دول بقت غالية جدا وبقت في السرجة ب300 جنيه. هنعملها بطريقة بسيطة وبالقوام اللي انت شايفاه معايا التقيل جدا دوت. وكمان لو خففتيها هترمي معاكي كتير جدا. بتجيبي منها الربع كيلو او النص كيلو من السرجة، ما بيعملكيش اي حاجة وبتحسي ان سمكها خفيف جدا وملهاش اي لازمة وما بتحسيش ان انت حطيتي طحينة في الحاجة. هنعملها مع بعض في البيت بطريقة حلوة جدا وموفرة، وهتديكي كمية كبيرة وهتديكي سمك تقيل جدا وهيعجبك جدا. جبنا كده حوالي نص كوباية من الزيت في الكبة، ونزلت عليهم برشة كده من الملح وضربتهم لمدة 5 دقايق ضرب متقطع كده مش متواصل، لغاية ما احس ان الزيت بتاعي فصل كده زي المية. في الوقت ده هجيب كده كوباية من السمسم المحمص، وهنزل بيه على الخليط بتاعي اللي هو الزيت والملح، لغاية ما كده وصل معايا للقوام اللي انتوا شايفينه والسمسم اختفى تماما. هنزل برضو بكوباية بنص اسفة نص كوباية من الدقيق، وهضربه برضو لمدة 5 دقايق ضرب كده متقطع، لغاية ما الخليط كله يمتزج مع بعضه ويديني النتيجة الهايلة اللي انا شايفاها ديت. بصوا كده اللهم بارك، الطحينة الخام بالسمسم بس رهيبة. هتعمليها في البيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خطيرة معايا ومش مكتلة ولا فيها اي رواسب، ومطحونة معايا بطريقة ممتازة. بصوا كده سمكها خطيرة، ما توقعتش انها تطلع معايا بالنتيجة دي. المرة دي طلعت معايا احسن من كل مرة. أنا عملتها معاكو اكتر من مرة بس المرة دي خطيرة، طعم وريحة وسمك رهيبة. جربوها حلوة قوي، تنفعكم بقى في طحينة المشويات، سلطة الرنجة، لأي حاجة. هتبقى حلوة في البيت وموجودة عندك وموفرة جدا، بدل ما نجيبها بالسعر الخزعبلي من السرجة ومبقاش قوامها زي ما احنا عايزينه. هنعملها في البيت بطريقة بسيطة وخطيرة موفرة وهتعجبكم، واتمنى تجربوها. وانتظرونا في فيديو جديد في حفظ الرحمن، والسلام عليكم.